اسمي حاج شوقي رفاعي. تمام. اولا المجاري والاعمال هنا والطريق بتاع الطياره طريق ما ينفعش. جميل. علاوه عن ذلك بتاع الطريق لا عارفين نمشي عليه، ولا المجاري اللي اتعملت تمت وكلها موقوفه زي ما هي، والطريق عشان نيجي من قلب البلد من جوه التوك توك عاوز 5 جنيه، كل العمليه كلها كيلو علشان الحته مدقدقه بتبوظ عفشه العربيات والتكاتك. وبنيجي عندنا هنا مكان زباله هنا بتاع فدانين ونص، بنودي عيالنا المدارس هناك في البتاع بشمس بيرجعوهم، بنوديها عزب الصقر بيرجعوهم عشان الطريق. واحنا عندنا المكان عاوزين فيه مدرسه ابتدائي واعدادي تبقى شمس، يقولوا عاوزين على العيل 200 جنيه، وكانوا بياخدوا 200 جنيه والوقت ما عادش راضيين ياخدوا. علاوه عن تاني نوديها عزب الصقر، يقول مالكوش مكان عندنا، نروح فين احنا؟ من 200 وعيال صغيره نوديهم فين؟ يعني نعطل واحد من شغله ولا الام من شغلها تروح تودي ابنها المدرسه وتروح تجيبه عشان يعدي الطريق الاسفلت، ولا العربيات وعيال كلها صغيره مش عارفه حاجه. وده اكبر حي في السن. سؤال يا حاج ابراهيم. اتفضل. الشارع العمومي فقط بس، وما بندهش على حد من الشوارع الفرعيه. واخر النهار بتلاقي زباله فين؟ بنلاقيها موجوده على الشارع العمومي قدام البيوت، والناس بتعمل مشاكل مع بعض ويشكلوا ويعوروا بعض، ونقعد كل يوم بنحل مشكله. طيب. ما احناش عارفين نحلها. طب هل بترمي زباله قدام بيت ربنا؟ بترمي زباله قدام بيت ربنا، وتيجي تمسك الناس بيقوموا بدري يرموها، وفي التوك توك راكب ويروح شوحها وماشي. طيب اجره التوك توك كام من هنا على عنتره لغايه؟ من على عنتره لهنا عاوزها 5 جنيه بتاع التوك توك. عمليه كلها كيلو. علشان يقول لك ما بروحش الطياره، علشان الطياره مكسره ومبهدله، وعيال قاعده فيها من ما احناش عارفين جايين منين وقاعدين فيه شغالين اتاوه على الناس وبتاع بلطجه كده. طيب هل هنا الشرطه بتعدي يومي؟ لا الشرطه ما بتعديش يومي، كل اسبوع مره مره يعني. شرطه طيب. بتيجي بظروف. طيب سؤال يا حاج ابراهيم. شوقي. طيب يا حاج شوقي. يا حاج شوقي، طب هل رئيس مجلس المدينه زاركم؟ لا ما جالناش. ولا مره جالنا رئيس مجلس المدينه ولا حد بيجي لنا ولا بيسال فين. يعني فين؟ ورحنا لمجلس المدينه. أيوة. وعشان نقابله ووعدنا يقابلنا. أيوة. وقعدنا في الميعاد مستنيينه وما جاش. الراجل اللي في المكتب هناك قال لي هو ما جاش مش هيجي النهارده. طب هل دعتوه هنا الحي دعتوه يجي هنا؟ قلنا بدل المره مرتين يا جماعه الحي دي تعبان وما فيش اي حاجه. ما فيش. رحنا المنصوره عشان نتكلم في الموضوع ده. احنا بتوع المساكن رحنا جبنا حاكم مدينه داخل المساكن، شاف الميه وشاف المجاري بعينيه. حاكم مدينه جبناه احنا داخل المساكن. حاكم مدينه هو من حوالي سنتين. يا عم مالناش دعوه من سنتين، انت بتجيب من ورا. لا من سنتين دي من سنتين دول ما نعرفوش. الصرف الصحي وصل 10 متر وبعد كده وقف. اسكت يا حاج شوقي. يعني الصرف الصحي اللي هو العمومي وصل داخل الشارع بعد الجامع ب 10 متر، وبعد كده واقف قال لك ايه الميزانيه مش موجوده. جميل قوي. طب انا بسالك دلوقتي، بقول رئيس مجلس المدينه الحالي جالك المساكن شاف ولا نعرف هو مين؟ ما تعرفش شكله ولا شفناه، ما يعرفش شخصيا حد. طيب دي رئيس الوزراء بتاعنا احنا بينزل العمل يومي في الشوارع وبحل مشاكل ده. هل رئيس مجلس المدينه دي اجى شاف مشاكلكم؟ لا ما جاش. تعرفوه شكلا؟ لا بقول لك ولا شفناه ولا اسمه ولا نعرف هو مين. يعني لو نزل شام ما تعرفوه؟ لا ولا نعرفه. كبارات الحي راحوا له مره واثنين عشان يجي. انا رحت قابلته علشان خاطر يجي يقابلنا ونتكلم في الميعاد اللي احنا اللي حددناه معاه قبلها بيوم، ما جالناش. وقعدنا مستنظرين في مجلس المدينه عشان يجي، والموظفين اللي في المكتب عنده قالوا هو مش جاي. بعد اتصل وقال مانيش جاي عشان ما يحلش مشاكل. عشان ما يجيلناش ويشوف مشاكلنا ايه ويشوف اللي عندنا ايه، وما جاش. والبتاع الطريق لا اترصف ولا خلص مجاريه. بالنسبه للمجلس بتاع العربيات بتاعت الزباله بتيجي على الطريق العمومي وتروح لما شويه اللي في. طب احنا لو بعتنا رساله لرئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه نقول له ايه على رئيس مجلس المدينه ده؟ نقول له راجل لا بيشوف مصالح البلد ولا بيجي. قول له عرفنا ابوه. يعني يرحل. يعني ما بيشوفش شغله يعني. ما احنا مش قادرين نحكم عليه. مش واحد اللي ما يشوفش شغله يرحل. لكن احنا ما شفناهوش. اللي ما يشوفش شغله في البلد ويشوف البلد عاوزه ايه يتوكل على الله ويسيب البلد يسيبها لغيره، يشوف غيره يشوف اصلح يشوف البلد.
ما يبقاش رئيس الوزراء كل يوم في الشارع. أيوة. وده راجل رئيس مجلس مدينه قاعد في مكتبه وما بيطلعش. ايوه مش هو احسن من رئيس الوزراء؟ صح. رئيس الوزراء بيمر كل يوم في الشوارع وعمال يلف، يبقى ده لازما زي الصنايعي والصبي. ده يرجع يجيب الحاجه ويشوف ايه طلبات الناس ويشوف حاجات الناس عشان يوصلها لرئيس الوزراء. المسؤول عنه. ما يبقاش رئيسك في قلب الشارع وانت نايم في المكتب. ماشي يا باشا. يا استاذ يا استاذ كده